فيديو جديد على قناة أجفي سبور لأخبار كرة القدم. للتوصل بجديد الأخبار الرياضية اشترك وفعل زر الجرس ومباشرة إلى التفاصيل. رد سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي لكرة القدم الأربعاء على التقارير المتداولة بخصوص العرض الذي تقدم به الملياردير السعودي عبد الله بن عودة العصيمي من أجل شراء حصة من فريق الوداد الرياضي. وقال الناصري خلال استضافته بأحد البرامج الإذاعية إن الوداد هو فريق المقاومة والتاريخ ولن نبيعه لأي كان، بكون أخلاقي لا تسمح لي بذلك، بكون الفريق الأحمر ملك المغاربة جميعا. وأكد رئيس الوداد الرياضي أنه فقط مسير للفريق والقانون يمنع ذلك، مبرزا أن النادي عازم على تسوية جميع مشاكلها المادية قبل الانطلاق في الموسم المقبل. وأضاف المتحدث ذاته أن الوداد الرياضي ليس ممنوعا من الانتدابات وفق ما يشاع، وسيوقع مع عدد من اللاعبين القادرين على مساعدة الفريق في المسابقات الوطنية والقارية. وأبرز ذات المتحدث أن الوداد الرياضي وقع حاليا عقد مبدئي مع اللاعب الجزائري إليا شتي، وسيحاول أيضا تمسكه بجميع ركائزه الحالية خاصة عطية الله وجبران والعملود. كشف سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي لكرة القدم عن الأسباب الرئيسية وراء انفصال مع الإطار الوطني الحسين عموتة الذي يشرف حاليا على العارضة التقنية للمنتخب الأردني. وقال الناصري يوم الأربعاء في برنامج المريخ الرياضي الذي يبث عبر إذاعة راديو مارس: عموتة لم يأخذ الإذن للذهاب إلى قطر من أجل حضور نهائيات كأس العالم قطر 2022. المدرب قال لي إنه سيذهب إلى السعودية من أجل أداء مناسبة العمرة، لكنه سافر إلى قطر. وقال رئيس الوداد الرياضي بالحرف: عموتة عمرو علمني بأنه غادي يجلس في قطر في الوقت اللي خاصه يكون كيحضر لباقي الموسم. كنا نقدروا نصبروا نهار أو يومين أو حتى سيمانة، ولكن 20 يوم أو 25 يوم ما يمكنش. يقترب نادي الوداد الرياضي لكرة القدم من أحد نجومه السابقين بعد دخوله في مفاوضات متقدمة خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وأكدت مصادر مطلعة على الأنباء التي تفيد اهتمام الوداد الرياضي بالمهاجم أيوب الكعبي، مؤكدة أن النادي في مفاوضات جد متقدمة معه، ويرتقب فقط أن تخلص بالعودة للاعب الفريق إلى النادي. وتابع أن الكعبي بدوره منفتح على العودة إلى الوداد الرياضي، مرحبا باستئناف تجربة مع الفريق الأحمر إلى جانب رغبته في العودة إلى الواجهة بعدما أصبح بعيدا عن الأضواء. وأشارت مصادر مطلعة أن فريق الوداد الرياضي يرغب في استعادة الكعبي مقابل الترحيب الأخير بالصفقة، ويرتقب أن ينتقل اللاعب إلى الفريق الأحمر خلال الأيام القليلة القادمة. ويبقى الكعبي لاعب متاح لفريق الوداد الرياضي بعد نهاية ارتباطه بالسد مع ما تم الموسم المنصرم، بالموازاة مع رغبة اللاعب في العودة لأجواء البطولة. هنأ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المنتخب المغربي لأقل من 23 عام بعد ضمان تأهله إلى أولمبياد باريس وبلوغه نهائي كأس أفريقيا. وكتب إنفانتينو عبر حسابه في انستغرام: تهانينا للمنتخب المغربي على بلوغه نهائي كأس الأفريقية تحت 23 عام والتأهل لأولمبياد باريس 2024 في فرنسا. وتابع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: إنه إنجاز عظيم وقد جعلتم بلدكم فخورة بالكامل. أكد سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي لكرة القدم أنه متشبث بالمدرب البلجيكي سيفين فاندنبروك لمواصلة مهامه بفريق الوداد الرياضي كمدرب. وأوضح الناصري الذي حل ضيفا على برنامج المريخ الرياضي براديو مارس أن فاندنبروك سيقود فريق الوداد الرياضي في مباراة الديربي أمام الرجاء الرياضي، ويتمنى بقاؤه لقيادة الفريق الأحمر في البطولة العربية. وأضاف الناصري أن مسألة اختيار مدرب جديد للفريق أمر سهل، لكنه
يتمنى استمرار فاندنبروك في الوداد، وكانت مصادر مقربة من الناصري قد أكدت أنه قرر وحسم بشكل مصيري قرار المدرب البلجيكي، الأمر الذي دفع الأخير إلى التوصل إلى اتفاق مع فريق شباب بالوزداد الجزائري في انتظار فسخ عقده مع فريق الوداد الرياضي. وساءت علاقة فاندنبروك مع لاعبي الوداد الرياضي ومساعده أمين بن هاشم الذي قرر التخلي عن منصبه بعد تلقيه عروض لتدريب بعض الأندية في الدوري الاحترافي. يشار إلى أن فاندنبروك قد أقيل من فريق أبها السعودي بطلب من لاعبي الفريق قبل أن يتعاقد الوداد الرياضي معه ويعيد سيناريو الخلافات مع اللاعبين، الأمر الذي سينهي مهامه رفقة الوداد الرياضي بعد مباراة الديربي، أكد مصدر سبورت 1. بات إلياس بن صغير موهبة موناكو الفرنسي قريب من حمل قميص المنتخب الوطني المغربي بعدما ظهر هذا اللاعب في المنصة الرسمية لملعب مولاي عبد الله بالرباط يوم الثلاثاء، وهو يتابع مباراة الأولمبيين المغربيين ضد منتخب مالي لحساب نصف نهائي بطولة كأس أفريقيا تحت 23 عام. وأكد بن صغير وفق مصادر إعلامية أنه حسم قراره بارتداء قميص المنتخب المغربي بعد اقتناعه التام بمشروع وليد الركراكي. كما تجري الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اتصالات مكثفة مع إلياس حسني موهبة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل استقطابها أيضا بتوصية من وليد الركراكي مدرب المنتخب. وبات اللاعبان بن صغير وحسني من المرشحين لارتداء قميص المنتخب المغربي في بطولة كأس أفريقيا 2024 التي ستقام في ساحل العاج، وكذلك أولمبياد باريس 2024 شرط تغيير جنسيتهما الرياضية وتسوية ملفيهما لدى الفيفا. تقدم سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي لكرة القدم باعتذار للجماهير على نتائج الفريق في الموسم، وذلك بعدم تحقيق لقبي البطولة ودوري الأبطال. قال الناصري في تصريحات لراديو مارس إن الموسم المنصرم لم يكن سيئا، بيد أن الحظ لم يكن بجانب الفريق سواء في بطولة دوري أبطال أفريقيا أو في البطولة الوطنية بخسارة كليهما. وتأسف الناصري في معرض حديثه عن عدم تمكن الفريق من تحقيق أي لقب بعد المنافسة لغاية الأنفاس الأخيرة، معتذرا للجماهير ومبديا رغبته في التعويض بقادم الاستحقاقات. ويستقبل الوداد الرياضي نهاية هذا الأسبوع فريق الرجاء الرياضي على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في تمام الساعة 6 مساء في دونور برسم نصف نهائي كأس العرش. في آخر تحديث له حول القيمة السوقية للاعبي البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، قدر الموقع المتخصص ترانسفور ماركت أن أغلى 10 لاعبين في البطولة بلغوا 15.7 مليون يورو كمجموع. ويأتي على رأس القائمة الظهير الأيسر لفريق الوداد الرياضي يحيى عطية الله بقيمة سوقية بلغت 2.5 مليون يورو، يليها الجناح الأيمن لفريق الجيش الملكي رضا سليم الذي بلغت قيمته السوقية 2.2 مليون يورو. وفي المركز الثالث يأتي لاعب خط الوسط الودادي يحيى جبران إذ بلغت قيمته 1.8 مليون يورو في حين كانت 1.9. وزادت القيمة السوقية للعديد من اللاعبين في البطولة بشكل كبير خلال الموسم 2023-2024، والتي من المحتمل أن تدر أرباح كبيرة على أنديتهم خلال فترة انتقالات صيفية القادمة. وبالنسبة للاعب الرابع في القائمة الأغلى في البطولة هو خط وسط الميدان أيمن الحسوني الذي تبلغ قيمته 1.4 مليون يورو. وحسب الموقع المتخصص فيحتل لاعب الرجاء الرياضي محمد زريدة المركز السادس في القائمة برصيد 1.3 مليون يورو، يليه حارس مرمى الجيش ب1.2، ثم قلب دفاع الرجاء جمال حركاس ب1.2، والظهير أيوب العملود كذلك 1.2، وحارس الرجاء الزنيتي بنفس القيمة 1.2.
خصص المكتب المسير لفريق الوداد الرياضي ما قيمته 3 ملايين سنتيم لكل لاعب لإقصاء فريق الرجاء الرياضي من نصف نهائي كأس العرش في المباراة المقرر لها أن تجمع الفريق الأحمر مع الرجاء في ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء الأحد القادم. وحسب ما أكدت صحيفة سبورت 1 فإن المباراة تعتبر الأمل الوحيد لتفادي الخروج بموسم صفري بدون لقب، ما دفع مسؤولو فريق الوداد الرياضي إلى تخصيص منحة مغرية للاعبين لإقصاء الرجاء الرياضي من الديربي، علما أن الفريق الأخضر لديه الطموح نفسه ويرغب في المنافسة على لقب كأس العرش لضمان المشاركة في منافسات الكاف الموسم المقبل رفقة الفتح الرياضي. وعاد فريق الوداد الرياضي لاستئناف تدريبه الاثنين بعد عطلة منحها المدرب البلجيكي سيفين فاندنبروك للاعبيه لمدة 10 أيام، علما أن باقي الأندية المؤهلة لنصف نهائي كأس العرش واصلت تدريبها بشكل عادي ولم تستفد من أي عطلة قصيرة في عيد الأضحى. كشف عبد الصمد زلزولي قائد المنتخب الأولمبي أنه سعيد بالفوز على منتخب مالي في نصف نهائي كأس أفريقيا لأقل من 23 عام والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024. وأوضح زلزولي في حديثه لراديو مارس أنه كانت مباراة صعبة للغاية، وقال أنه كنا نعلم أنه سيكون أمامنا فريق قوي وكان واضحا أنه كان مستعدا لمواجهتنا، مشيرا إلى أن المنتخب أظهر روحا قوية وفاز على الماليين. وبشأن التحديات التي واجهها خلال المباراة قال: لا يمكن أن أكون في أفضل حال في كل مباراة متابعا، لكن المهم أن أعطي كل ما لدي من قوة في المباراة، وهذا ما ساعد فريقي على الفوز ضد منتخب مالي القوي. وأردف زلزولي: أشعر دائما أنني بين عائلتي في منزلي عندما ألعب مع المنتخب المغربي، وأنا متحمس لخوض المباريات وأستغل هذه الفرصة لتقديم هذا التأهل للملك محمد السادس الذي يوفر لنا دائما كل الإمكانيات. أما فيما يخص المباراة النهائية ضد مصر فقال الزلزولي: لا أعرف الكثير عن منتخب مصر، لكن المهم بالنسبة لي هو أننا سنستعد لمواجهة أي منتخب بغرض الفوز عليه، وأعد الجماهير المغربية بأن نحتفظ بالكأس المغربية. اضطر فريق الوداد الرياضي لكرة القدم إلى مراسلة الفيفا للاستفسار عن وضعية الظهير الأيسر الجزائري إلياس شتي الذي تعاقد معه لمدة 3 مواسم. وكشفت مصادر من داخل الوداد الرياضي أن توقيف إلياس شتي ل4 أشهر وإلزامه بتسديد 970 ألف دولار للترجي التونسي تسببت في بعض المخاوف لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم. وأوضح المصدر ذاته أن مسؤولي الوداد يتخوفون من إيقاف إلياس شتي من جديد في حال عدم التزامه بتسديد 970 ألف دولار للترجي، ما سيحول دون استفادة الفريق الأحمر من خدماته. ولجأ إلياس شتي إلى محكمة التحكيم الرياضي الطاس للطعن في قرار لجنة النزاعات بالفيفا القاضي بإلزامه بمبلغ 970 ألف دولار للترجي لإخلاله ببنود العقد الذي كان يربطه بفريق الترجي. ولن يتمكن فريق الوداد الرياضي لكرة القدم من الاستفادة من خدمات إلياس شتي بالبطولة العربية للأندية التي تحمل اسم الملك سلمان لإيقافه ل4 أشهر. وتعاقد الوداد مع الظهير الأيسر الجزائري تمهيدا لرحيل عطية الله المرتقب الذي يتوفر على عروض احترافية من أوروبا والخليج. منتخب الشباب نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 عام بعدما هزم نظيره المالي بالركلات الترجيحية ب3-4 في لقاء انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 2 لمثلهما على أرضية ملعب الأمير مولى عبد الله بالرباط. أنهى أسود الأطلس الشوط الأول من المباراة متقدمين بهدف سجله زكريا الوحيدي في الدقيقة 14 قبل أن يعادل مامادي ديامبو الكفتين بإحرازه هدف مالي في الدقيقة 66. واستمر التعادل حتى نهاية الوقت الأصلي لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية، حيث نجح أمين الوزاني في منح المغرب الأفضلية بهدف آخر في الدقيقة 108، لكن الماليين ردوا سريعا وأدركوا التعادل عن طريق آيسوفي مايغا في الدقيقة 116.
وفي النهاية لجأ الطرفان إلى الركلات الترجيحية التي ابتسمت للمغرب بعد أن سجل أصحاب الأرض والجمهور 4 ضربات مقابل 3. ويواجه المغرب في المباراة النهائية السبت المقبل نظيره منتخب المصري الذي تأهل عقب فوزه على غينيا بهدف دون مقابل. يذكر أن المغرب وصل إلى دور نصف نهائي متصدرا للمجموعة بالعلامة الكاملة محققا 3 انتصارات، الأول ضد غينيا 1 مقابل 2، وضد غانا 1 مقابل 5، وضد الكونغو 0 مقابل 1. بالنسبة للمباراة ستكون يوم السبت الموافق ل8 يوليوز 2023 في تمام الساعة 9 بالتوقيت المغربي على ملعب المجمع الرياضي الأمير عبد الله في الرباط العاصمة.